تفتكروا اجرب ده ولا ده؟ هو واحد اسبانيش لاتيه والتاني وايت موكا فرابيه، فبيتهيألي كده ممكن اجرب الاسبانيش لاتيه عشان انا بشرب فرابيه على طول في البيت وبره البيت وفي كل حته، لكن الاسبانيش لاتيه تقريبا ما شربتوش غير مره واحده بس بره، فاعتقد ان انا هجرب ده. فتعالوا بقى كده اعمله معاكم وادوقه معاكم واقول لكم رايي فيه. هعمله كله في الخلاط. فاول حاجه هحط هنا كده اللبن، هو مكتوب ان هي كوبايه الا ربع لبن، فهنعتبرها كوبايه الا ربع لبن. وفتحت الفرابيه، لا هو مش فرابيه، هو اسبانيش لاتيه. فتحت الاسبانيش لاتيه ده هنا، بس الغريبه ان هو ريحته كراميل، مع ان هو مش مكتوب عليه ان هو بالكراميل. هحطه بقى هنا على اللبن، وبعد كده فاضل التلج حوالي 5 6 7 8 مكعبات كده. استنوا كده اجيب التلج. ادي التلج، هنحط كل التلج ده هنا بس كده. هروح بقى اضرب ده كله وارجع لكم كده وادوقه معاكم. هصبه بقى هنا في نفس الجار اللي انا عايرت بيه، ما هي مش كتر مواعين. وما خبيش عليكم كمان، ده اصلا مش جار، ده برطمان. استنوا هوريكم الغطا بتاعه شكله ايه. انا لقيته يعني حجمه حلو كده، وانا بحب اشرب الحاجات الساقعه دي، فقلت بقى ايه استغله كده، وكمان هيبين لنا الشكل كده عشان شفاف. هصب بقى كله هنا. ايه ده، عمل كميه كبيره قوي، مع ان يعني احنا ما كناش حاطين لبن كتير، بس واو شكله تحفه. حاسه لو حطيت دول كمان يعني هيبقى كده كتير قوي، بس نستكفي بهذا القدر. فاضل بقى ايه ان احنا ندوق. الريحه تحفه، الشكل تحفتين، فاضل لنا بقى ايه الطعم. بس قبل ما ادوق انا استوقفني حاجه كده عايزه اقول لكم عليها. بصوا كده، استنوا خليكم معايا. بصوا، مع ان ده اسبانيش لاتيه وده فرابيه، بس عايزه اقول لكم ان المكونات اللي مكتوبه هنا هي نفسها المكونات اللي مكتوبه هنا، وطريقه التحضير اللي مكتوبه هنا هي نفسها طريقه التحضير اللي مكتوبه هنا، يعني مفيش اي اختلاف خالص. فانا مش عارفه بقى بصراحه الاختلاف هيجي منين. وبرده الاسبانيش لاتيه ده ريحته نفس ريحه اللي انا جربته بالكراميل قبل كده، مفيش برده اختلاف في الريحه. فمش عارفه هل هيبقى في اختلاف في الطعم عن اللي انا جربته قبل كده ولا لا. استنوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. طعمه تحفه، هو حلو قوي، وهو كان عاجبني من المره اللي فاتت قوي، بس مش حاسه ان هو في اختلاف عن اللي انا جربته بالكراميل قبل كده، غير يمكن في سنه قهوه زياده، يعني حاسه بطعم القهوه اكتر من اللي بالكراميل. حاسه ان انا هخلصه عشان اقول رايي. وطعم الكراميل لا، هو ريحته كراميل لكن مفيهوش طعم كراميل قوي، طعم الكراميل ضعيف، يعني في اختلاف في الطعم، بس بصراحه خطير. استنوا بقى اوريكم الغطا بتاع الجار الحلو بتاعي ده. بصوا ايه رايكم؟ لا ومش بس كده، ده انا عملت له من هنا كده في الغطا ايه، عملت له فتحه علشان احط فيها الشاليمو كده ويبقى زي الجارات الجاهزه. بصوا شايفين شكل الفوم عامل ازاي؟ عامل فوم خطير بجد، عجبني قوي. هروح اقعد بقى واشربه كده على رواقه عشان استمتع بيه.